لا أحد يشكك في حبي للمغرب واعتزازي بمغربيتي. تصريح خطير من مدرب الأردن المغربي جمال السلامي في أول ظهور بعد الهزيمة أمام المنتخب المغربي وتتويج المنتخب المغربي بكأس العرب، ويصفع صحفي جزائري وأردني تطاولوا على المغرب. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت سعيد وفخور بتتويج المنتخب المغربي، اضغط إعجاب للفيديو وعطر فمك بالصلاة على رسولنا الكريم. في ليلة عربية تاريخية توج المنتخب المغربي بكأس العرب بعد أداء مبهر وسيطرة كاملة على النهائي. الفوز على الأردن لم يكن مجرد فوز، بل درس لكل المنتخبات العربية. المغرب يثبت اليوم أنه القوة الحقيقية والمنتخب الذي يرفع رأس الكرة العربية عاليا. وبعد هذه المباراة التاريخية أدلى مدرب المنتخب الأردني جمال السلامي بتصريح ناري لقناة الكأس القطرية وقال: أود أن أبدأ بالاعتراف بكل صراحة بلا مجاملة ولا مراوغة أن المنتخب المغربي اليوم استحق كل لحظة من التتويج. لقد واجهنا فريقا متكاملا منظما لا يهزم بسهولة، يتمتع بعقلية الفوز منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية. اليوم لم نواجه فريقا عاديا، بل مشروعا متكاملا لكرة القدم العربية، مشروعا يحاكي الاحترافية، الانضباط والإصرار على النصر. المغرب لم يفز علينا صدفة ولا بتوفيق لحظي، بل بفكر واضح، خطة محكمة، ولاعبين مدربين على أعلى مستوى من الانضباط والذكاء التكتيكي. كل كرة لعبوها كانت محسوبة، كل حركة كانت مقررة، وكل قرار على أرض الملعب يعكس عمق التحضير والتركيز. صدقوني، لم يكن الأمر سهلا بالنسبة لنا كأردن. حاولنا، قاتلنا، حاولنا تعديل المسار، ولكن أمام فريق بهذه الصلابة تصبح كل محاولة صعبة جدا. يجب أن نعترف بالقوة الحقيقية التي يمتلكها المنتخب المغربي، القوة التي لا يمكن تجاهلها أو محاكاتها بسهولة. أما عن الصحفي الجزائري الذي لمح إلى أن جنسيتي المغربية ربما ساعدت المغرب على الفوز، أقولها بكل وضوح: لا توجد أي مساعدة. كل ما حدث على أرض الملعب كان نتيجة عمل المغرب وجهود لاعبيه، ونحن كفريق الأردن بذلنا أقصى ما نستطيع، والنتيجة هي شهادة على تفوقهم. أي حديث عن مساعدة أو تواطؤ هو مجرد محاولة للتقليل من إنجاز تاريخي، وهذا غير مقبول. تم سأله صحفي أردني: أليس من الممكن أن نقول أن خبرتك المغربية لعبت دورا في منح المغرب الأفضلية؟ أجابه جمال السلامي بحزم وصرامة: توقف، كفى محاولات لتقليل الإنجاز. خبرتي كمدرب ليست إلا أداة لتحليل الأداء، وليست سببا في نتيجة المباريات. المغرب فاز لأنه الأفضل، لأنه يستحق، ولأنه يلعب كرة القدم بطريقة احترافية لا يملكها غيره. أي حديث عن مؤامرة أو كلسة هو تحايل على الواقع، والواقع يقول إن المغرب اليوم رفع رأس الكرة العربية عاليا وأثبت أنه الأفضل. لنكن صريحين أيضا، خروج الجزائر وتونس من البطولة لم يكن صدفة ولا مجرد حظ، بل انعكاس لغياب المشروع وعدم الاستعداد وعدم الانضباط التكتيكي والذهني. الفرق التي لا تعمل بجدية تواجه الهزيمة المبكرة. والمغرب اليوم درسا للجميع، درسا في التحضير، الانضباط والعمل الطويل. أريد أن أصف لكم مشهد النهائي. من الدقيقة الأولى المغرب سيطر، لعب بكل ثقة، وأظهر لكل من يشكك أن الفرق الكبيرة لا تهزم إلا إذا كان هناك فرق أفضل بالفعل. الضغط، التمريرات، التحركات، الروح القتالية، كل شيء كان مضبوطا ومؤثرا. لم يكن هناك مجال للخطأ، ولم يكن هناك مجال لأي تكتيك آخر. المغرب فرض أسلوبه، فرض شخصيته، وأراد الفوز منذ البداية وحتى النهاية. وأنا كمدرب، كجزء من كرة القدم العربية، أرى أنه من الواجب علينا جميعا أن نتعلم من المغرب، ليس فقط على مستوى اللاعبين، بل على مستوى التخطيط، التحضير، الانضباط والثقة بالنفس. هذه هي الصفات التي تصنع المنتخبات الكبيرة، التي تصنع الأبطال، والتي ترفع العلم عاليا. تم ختم جمال تصريحه: أود أن أبارك للمنتخب المغربي الحبيب، وأؤكد للجميع أن هذا التتويج لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة سنوات من التخطيط، العمل والإصرار على النجاح. المغرب اليوم ليس فائزا بكأس العرب فقط، بل فاز بقلوب الجماهير، فاز بالاحترام، وفاز بمكانة لا يمكن لأحد إنكارها. وبعد هذا الإنجاز التاريخي لا يمكن إلا أن نسلط الضوء على التفاصيل الصغيرة التي صنعت الفارق في نهائي كأس العرب. المنتخب المغربي لم يفز باللقب فقط بفضل المهارات الفردية للاعبين، بل بفضل الفكر الجماعي،
الانضباط التكتيكي والانضباط الذهني العالي الذي تجلى في كل حركة داخل الملعب. كل تمريرة، كل ضغط، كل تحرك كان محسوبا بعناية فائقة، ما جعل الأردن وكأنهما أمام فريق صنع ليكون مثالا يحتذى به في كرة القدم العربية. وليس هذا فقط، بل المشهد الأروع كان في رد فعل الجماهير المغربية العارمة التي أثبتت أن الفوز لم يكن على أرض الملعب فحسب، بل في قلوب الملايين الذين شجعوا المنتخب بكل فخر وحماس. المشهد الذي ظهر بعد صافرة النهاية من تصفيق، هتافات ودموع الفرح كان خير دليل على أن المغرب اليوم ليس مجرد منتخب عادي، بل رمز للكرة العربية والإفريقية في المحافل الدولية. ومن المهم التأكيد على أن هذا الإنجاز جاء بعد تخطيط طويل، متابعة دقيقة، وأخذ كل التفاصيل بعين الاعتبار، سواء على مستوى التحضير البدني أو التكتيك الذكي أو حتى التعامل النفسي مع الضغط الكبير للنهائي. كل ذلك أظهر أن المغرب اليوم يمتلك جيلا متكاملا ناضجا قادرا على فرض أسلوبه والسيطرة على المباريات الكبرى، وهو درس لكل المنتخبات العربية الأخرى التي توقفت عند حدود نصف النهائي أو أقل. والأكثر إثارة أن تتويج المغرب لم يكن ليأتي فقط لرفع الكأس، بل ليعطي درسا عمليا للمنتخبات الأخرى بما فيها الجزائر وتونس اللتين غادرتا البطولة في مراحل مبكرة نتيجة غياب المشروع وعدم الاستمرارية وضعف الانضباط الذهني والفني. المغرب اليوم أثبت أن العمل المستمر، الانضباط والاحترافية تصنع الفرق بين القمة والمستوى العادي. ولن ننسى أيضا أن هذا الإنجاز سيكتب في التاريخ، ليس فقط للألقاب بل لتأثيره على كرة القدم العربية والإفريقية. فالمغاربة أثبتوا للعالم كله أن الاستعداد، التركيز والعمل المستمر واللعب بروح الفريق الواحد يمكن أن يصنع المعجزات. وهذا درس مهم لكل من يريد أن يحقق المجد على المستويين الإقليمي والدولي. وفي الختام دعونا جميعا ندعو للمنتخب المغربي: اللهم احفظ لاعبي المغرب من الإصابات وامنحهم القوة، العزيمة والنجاح في كل مباراة. اللهم بارك في جهودهم واجعل كل خطواتهم مثمرة، وحقق لهم المزيد من البطولات والإنجازات، وآملا قلوب جماهيرهم بالفخر والسعادة. ولا تنسوا أيها المشاهدون الكرام، دعمكم للفريق لا يقل أهمية عن جهود اللاعبين، لذا اضغطوا على إعجاب الفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات لتتابعوا كل جديد عن أسود الأطلس وكل الإنجازات التاريخية للكرة المغربية.